بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي ومشاهدي المصرية من كل مكان، أهلا بكم في فيديو جديد بخصوص بديل الذرة والصويا. النهاردة إن شاء الله هنتكلم مع بعض سريعا كده بالنسبة للناس اللي بتكون علف على ايديهم أو اللي عايزة توفر. كلنا عارفين إن خامات العلف حاليا دلوقتي عالية، سعرها عالي، وأعلى خامتين وأهم خامتين في قلب الخلطة بتاعتك الذرة والصويا. أنا جايب لك شوية بدايل، دي بترجع على حسب كل واحد في منطقته. انت عايش في وجه قبلي، في وجه بحري، عايش في الصعيد، في اسكندرية، في طنطا، في اي مكان انت فيه. انا هقول لك على كذا بديل بالنسبة للذرة وكذا بديل بالنسبة للصويا، تمام؟ وعلى حسب بقى المتاح والموجود عندك والرخيص عندك في نفس الوقت تقدر تدخله ازاي في الخلطة. هقول لك على النسبة وهقول لك على اسم الخامة اللي انت هتقدر تدخلها بدال الذرة والصويا. وكلنا عارفين ان الذرة ده عنصر الطاقة في قلب الخلطة، فعشان اشيل او اقلل نسبة البروتين يبقى لازم احط حاجة قصادها بروتين برضك. ونفس القصة عشان اشيل نسبة من الخامة اللي موجودة عندي بالنسبة للطاقة لازم احط حاجة قصادها تديني طاقة برضك، عشان اتن محافظ على نسب الطاقة والبروتين الموجودين عندي في قلب خلطة العلف عشان ما اضرش الحيوان بتاعي. تمام. اولا هنتكلم عن الذرة. انت راجل محترم بتعمل خلطة علف طن او 100 كيلو او 500 كيلو، هنتكلم عن 100 كيلو الاول، يعني هنبدأ بالمربى الصغير. وانت راجل ربنا فتح عليك وعندك مزرعة وبتعمل كميات طن او 2 طن، انت هتضاعف بس الكميات اللي احنا هنقولها. بالنسبة لخلطة علف 100 كيلو انت بتحط فيها 60% ذرة و30% ردة و20% كزب فول الصويا، ودي خلطة 16% بروتين. طب انا الذرة غالي وفول الصويا غالي وعايز اضيف حاجات تانية ترخص معايا السعر شوية، بدل ما اوصل بنهاية الكيلو تصنيعه على ايدي 10 جنيه اخليه 7 جنيه او 8 جنيه. تمام. وكلها حاجات بسيطة وموجودة عندك في منطقتك بس انت مش واخد بالك. عشان ما اطولش عليك هنتكلم عن عنصر الذرة الاول. الذرة في بدايل كتير ليه، زي الشعير. انت عندك شعير هتستخدمه برضك بنسب معينة. انت بتحط من الذرة 60%، يبقى هتدخل الشعير بنسبة 30% زائد 30% ذرة، يبقى كده اجمالي معاك 60%. ما ينفعش اشيل الذرة خالص. عندنا زي الشعير وكسر القمح والذرة العويجة، وزي مخلفات المصانع البسكوت والمكرونة وكسر الرز. تمام. كل ديت عناصر طاقة زيها زي الذرة، والطاقة تعادل الطاقة اللي موجودة في الذرة بنسبة من 70 ل 75%. تمام. يعني انا دلوقتي موجود عندي مكرونه وموجود عندي شعير وموجود عندي كسر رز وموجود عندي كسر القمح، مش القمح سليم، كسر القمح، وموجود عندي بسكوت ومكرونه. كل دي مخلفات مصانع ممكن ادخلها في خلطه واحده. تمام. ازاي؟ انت بتحط 60% ذره، يبقى هخلي 20% ذره و10% شعير و10% كسر قمح و10% كسر رز و10% بسكوت ومكرونة. تمام. وفي حاجة أخيرة تانية، العيش الناشف ممكن برضو تدخله وتستخدمه في نسبة خمير كويسة. تمام. فاحنا ممكن نستخدم كل الخامات دي بس بالنسب اللي انا قلت لك عليها، عشان لو زودت او قللت هتعمل معاك برجلة في نسبة توازن الخلطة بتاعتك. احنا عايزين نضيف حاجات بنسب كويسة وبنسب معقولة تدينا إجمالي صافي نسبة البروتين 16% أو 14%، عشان الحيوان بتاعي يقدر يستفيد وفي نفس الوقت أنا قللت التكلفة بتاعتي. ده بالنسبة لخامة الذرة أو لعنصر الطاقة اللي موجودة عندي. قلت لك على البدايل وإزاي تستخدمها. هنيجي لبديل الصويا. طبعا كلنا عارفين إن أعلى خامة علف موجودة في السوق فول الصويا، عشان دي اعلى نسبة بروتين موجودة فيها. البديل بتاعها عندك كزب عباد الشمس
وكزب الذرة نفسه. تمام. في اماكن تانية بيسموه الجلوتين. وعندك كزب السمسم كويس، عندك كزب الفول السوداني، عندك كزب بذرة القطن، عندك كسر الفول البلدي. البروتين اللي موجود في العناصر اللي احنا قلناها كلها ديت يعني بيبدأ من 25 ل 30 او 35% بروتين. تمام. يعني يقرب لفول الصويا. الصويا من 35 ل 40. يعني الصويا نسبة البروتين اللي موجودة في فول الصويا من 35 ل 40. البدائل اللي انا قلت لك عليها زي كزب جلوتين الذرة وكزب عباد الشمس وكزب السمسم وكزب فول السوداني وكزب بذرة القطن وكسر الفول البلدي، النسب البروتين اللي موجودة في قلب الخامات ديت بتبدأ من 25 ل 30، يعني شغالة وكويسة. تمام. انت بتحط 20% فول صويا، يبقى هحط 5% بس. هحط 5%، يعني 5 كيلو بس هحط 5% فول صويا. وهتحط 5% فول بلدي، هتحط 5% كزب عباد الشمس او فول سوداني، و5% كزب السمسم. يبقى انت كده شكلت الخلطة بتاعتك وطلعت بنسبة البروتين اللي انت عايزها، ونوعت الاكل والعلف للعجل بتاعك او الخروف بتاعك، وفي نفس الوقت قللت سعر التكلفة بالنسبة لسعر الكيلو. لان دي اهم حاجتين اتنين، الذرة وفول الصويا، ده العمود الاساسي بتاع اي تركيبة علف. ففي بدائل كتير في السوق، ودي بترجع على حسب بقى منطقتك والمكان اللي انت فيه. انت موجود عندك عيش استخدمه، موجود عندك كسر فول، كسر مكرونة، بسكوت، عباد شمس، كزب السمسم، كل الحاجات ديت موجودة عندك. بس لازم تبقى عارف ايه هو الطاقة وايه هو البروتين وايه اللي ينفع اشيله وايه اللي ما ينفعش اشيله. تمام. عشان ما تقللش توازن الخلطة بتاعتك.